في عالم المال في قوة ضخمة بتشتغل ورا الكواليس، قوة هادية لكنها بتغير شكل الأسواق بالكامل. اليوم رح نتكلم عن التداول الآلي، العقل الخفي اللي بيحرك أسواقنا. خلونا نكتشف أسراره. هل ممكن نتخيل إنه ما بين 60 و 73% من كل عمليات البيع والشراء في الأسواق العالمية بتصير حالياً عن طريق خوارزميات؟ نعم، يعني أكثر من ثلثين السوق. هذه مش مجرد نسبة، هذه تقريباً سيطرة كاملة للآلات على قرارات التداول لحظة بلحظة. وهذا بيطرح سؤال مهم جداً: شو هي حقيقة هذه القوة الخفية اللي بتدير مليارات الدولارات في أجزاء من الثانية؟ هل هي مجرد أدوات ولا لاعب جديد بقواعد مختلفة تماماً؟ طيب، عشان نفهم ليش التداول الآلي موجود أصلاً، لازم نرجع خطوة لورا ونشوف المشكلة الأساسية اللي نصمم عشان يحلها: محدودية العقل البشري. لأنه في عالم التداول أكبر عدو للمتداول هو غالباً نفسه. وهنا بيجي دور علم اسمه التمويل السلوكي. هذه النظرية بتوضح كيف إننا كبشر طبيعتنا بتخلينا ناخد قرارات مش دايماً عقلانية. يعني منحس بألم الخسارة مرتين أكثر من فرحة الربح، وهذا بيخلينا نتمسك بصفقات خسرانة. ثقتنا الزايدة بتخلينا نتداول أكثر من اللازم، وبندور دايماً على معلومات تأكد وجهة نظرنا ونتجاهل اللي بيخالفها. وكتير من نمشي ورا الناس من غير تفكير. وهنا بالضبط بيظهر الفرق الكبير. المتداول البشري عاطفي، بطيء، ومعرض لكل التحيزات اللي تكلمنا عنها. بالمقابل التداول الآلي هو الحل المباشر لكل هاي المشاكل. هو منطقي بحت، فوري، وماشي على قواعد صارمة. ببساطة هو بيشيل العامل العاطفي اللي ما نقدر نتوقعه من المعادلة كلها. لكن مهم جدا نعرف إنه التداول الآلي مش كلمة واحدة بتوصف كل شيء. هو في الحقيقة عالم من المفاهيم المترابطة، وكل واحد له دور مختلف. خلونا نفرق بينهم بسرعة. أولاً، عنا التداول الخوارزمي. هذا هو المصطلح الأوسع والأشمل. فكرته الأساسية هي الأتمتة، يعني أي برنامج كمبيوتر بينفذ أوامر بيع وشراء بناء على مجموعة قواعد بسيطة، زي مثلاً إذا ارتفع السعر 2% بيع. هذا يعتبر تداول خوارزمي، هو المنفذ الآلي للأوامر. بعدين ننتقل للتداول الكمي. إذا كان التداول الخوارزمي هو المنفذ، فالتداول الكمي هو العقل المدبر وراء العملية. هنا بنستخدم نماذج رياضية وإحصائية معقدة جداً عشان تحلل كميات بيانات ضخمة وتحدد شو نشتري أو نبيع ومتى. هذا هو الجزء الاستراتيجي والتحليلي. وأخيراً عندنا التداول عالي التردد أو HFT، وهذا هو النوع المتخصص والأكثر إثارة للجدل. هنا الهدف الوحيد هو السرعة، سرعة خارقة. بنتكلم عن تنفيذ ملايين الصفقات في أجزاء من المليون من الثانية. الهدف مش ربح كبير من صفقة واحدة، لا، الهدف هو تحقيق أرباح صغيرة جدا من كل صفقة، بس تكرارها بشكل هائل. طيب، بعد ما فهمنا الأنواع المختلفة، خلونا نتكلم عن الفجوة الهائلة في القدرات والإمكانيات بين المؤسسات المالية الكبيرة والمستثمر الفردي. حجم الفجوة هنا شيء مذهل. فكروا فيها، المؤسسات بتقيس سرعتها بالمايكرو ثانية، والمستثمر الفرد بالثواني. عندهم بنية تحتية اسمها التنسيب المشترك أو كولوكيشن، ومعناها إنه سيرفراتهم موجودة فعلياً بنفس مبنى البورصة عشان يقللوا أي تأخير بالاتصال. بينما المستثمر الفرد بيعتمد على كمبيوتره في البيت ومنصات متاحة للكل. وهذه هي النقطة الأساسية. بالنسبة لهذه المؤسسات، الموضوع صار مثل سباق التسلح التكنولوجي. إنهم يقللوا زمن الاستجابة بجزء واحد من المليون من الثانية. ممكن يكون ميزة تنافسية تسوى ملايين الدولارات. بعد كل هالكلام عن القوة والسرعة، ضروري نكون واقعيين ونلقي نظرة متوازنة على المخاطر والتحديات الكبيرة اللي موجودة في هذا العالم. هذا الاقتباس من مؤلف المصدر كريم إبراهيم السيد هو تحذير صريح ومباشر جداً. النجاح في هذا المجال مش سهل أبداً، والغالبية الساحقة من الأنظمة اللي بيطوروها الأفراد ما بتحقق النجاح اللي كانوا يأملوه على المدى البعيد. والمخاطر مش بس فشل الاستراتيجية، فيه مخاطر تقنية بحتة، مثل إن النظام يتعطل في لحظة حساسة. وفيه مخاطر السيولة، يعني ممكن ما نلاقي حدا يشتري منا أو يبيعنا بالسعر المطلوب.
وفيه مخاطر التنفيذ مثل الانزلاق السعري، وهو الفرق بين السعر اللي كنا متوقعين ننفذ عليه والسعر الفعلي اللي تمت عليه الصفقة. وبنختم بهذا السؤال اللي بيلخص كل الموضوع: مع سيطرة الخوارزميات والسرعة الفائقة على الأسواق، هل إحنا منشوف تغيير جذري في قواعد اللعبة لصالح فئة معينة على حساب فئة تانية؟ سؤال بيستحق نفكر فيه بعمق لما نطلع على مستقبل أسواقنا المالية.